اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب واقولك. النهارده هنعمل الموتشي في البيت. الموتشي ده عباره عن ايس كريم جوه عجينه رز لزجه كده، عامله زي الملبن شويه، نفس الملمس، وهي المفروض حلوى كوريه. قررت اعملها في البيت. يلا بينا نشوف ايه مكوناتها. اول حاجه في المكونات معانا كوبايه نشا، نص كوبايه سكر، ومعانا ده المنتج الرئيسي كوباية ونص من دقيق الرز الحلو، دقيق رز حلو او دقيق رز لزج او الضبق. ده شكله. هنجيب البولة بتاعتنا وهنخلط كل المكونات على بعضيها. ومعانا كوباية ونص مية، المفروض هننزل بيهم حبة حبة ونقلب عشان يبقى الخليط كله سائل. ده شكله معانا، هو سائل كده. هنحط عليه ستريتش ونحطه في مايكرويف دقيقة ونطلع نقلب، ودقيقة ونطلع نقلب، ودقيقة ونطلع نقلب لمدة 3 دقايق أو 4 لحد ما يبقى عجينة. الطريقة التانية إن احنا نجيب حلة ونحط فيها ربعها مية كده، ونحط فوقيها مصفى، ونحط الخليط ده كله فوق المصفى عشان هي تستوي على البخار. فأي طريقة منهم الاتنين كويسين. أنا هستخدم طريقة الميكرويف عشان أسهل شوية. في حاجة نسيتها، تعالوا نعملها. طيب في خطوة أنا نسيتها المفروض هنعملها في الأول. نجيب آيس كريم. أنا جبت نوعين، واحد وندرفيل باللبان اللي احنا دوقناه قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع الوندرفيل، اللي دوقنا فيه كل أطعمة الوندرفيل. لو مشفتوش روح شوفوا. وجبت كولد ستون بالكريمة والبراونيز والكراميل عشان يبقى في عندي تو فليفرز جوه الموتشي النهارده. فالمفروض هنجيب صينية كب كيك ونحط جواها ورق كده للكب كيكس. تمام. ونفضي فيه سكوب للايس كريم. انا هشوف دي هتعمل كام واحده، وعلى قدهم هنعمل العدد الموتشي. ده شكلها. المفروض نحطها في الفريزر عشان هي سايحه شويه، تبقى جامده، تبقى كوره كده. وعقبال ما نخلص عجينه الموتشي نرجع تاني نتاكد من التقليب ان مفيش حاجه مكلكعه كده وكله دايب. وبعد كده نحط عليه الستريتش ونحطه في الميكرويف. كده احنا غطيناها وهي جاهزه تخش الميكرويف. هندخلها 3 دقايق او 4 لحد ما تبقى زي العجينه كده، بس بين كل دقيقه ودقيقه اطلع اقلب كده اتاكد ان بيستوي كله مش حته وحته. هروح واجي لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما عجينه الموتشي جهزت. ده شكلها بقت عجينه كده لزجه جدا، يعني بتلزق في كل حته. فدلوقتي هنجيب ورق زبده وهنرشه كده. نحاول نثبته بأي حاجة علشان نحط واحدة تاني تحته عشان هي هنفردها. وهنرش نشا كتير علشان هي هتلزق جامد. أي نشا عندك وربنا يستر. هي سخنة جدا فنحاول نتعامل معاها. هي لزقت أساسا، عمالين نقول هتلزق في أي حتة، ظهرها لزق. ننزلها بالسباتيولا. والموتشي جاهز معانا يا جماعة. هنفردها بس تكون رقيقة قوي عشان لسه هنقفلها عشان ما تبقاش الحشوة تخينة. نفردها وانت بتتفرج كده بقى دوس على لايك عشان يوصل لأكتر ناس. ولو مش عامل سبسكرايب طبعا انزل اعمل سبسكرايب، يعني عيب عيب. انا ابتديت اتفائل جدا. عجينة لزجة، يعني لزاجة. بص يا جماعة العجينة، بصوا. موتشي موتشي يعني ياباني اصلي. ياباني ايه ده؟ كوري، كوري اصلي.
اهم حاجة تكون رفيعة جدا. طيب اعتقد كده كويسة وجاهزة ان احنا نقطعها، فهنجيب اي حاجة نقطعها بيها تكون مدورة. معلش بقى انا مش عندي قطاعات، فلقيت دي اي حاجة تقضي غرض وخلاص، فهنقطع بيها. وادي اول حتة، تاني حتة، تالت حتة. طبعا اللي متبقي ده مش هيترمي، بعجنه تاني واطلع منه كور تانيين. ودلوقتي معانا النص، انا قسمتها نصين فمعايا نص عجينة تاني غير اللي طلعت دي، هنعملها باللون الاحمر، فيلا بينا نحط لها لون. لبست جوانتي عشان اللون ما يبهدلش ايديا. دلوقتي هنعجنها في بعض علشان اللون ينتشر. وده بقى لونها عشان انا ما حطيتش الوان كتير علشان ما تبقاش لونها احمر، انا عايزها تبقى بينك. هنعمل نفس اللي عملناه في المره اللي فاتت، هنفردها. وكده الموتشي الاحمر بقى جاهز. هنقطعه برضو. ودلوقتي جه وقت اخر خطوه. معانا الموتشي جاهز اهي، دي الاحمر ودي الابيض. دلوقتي جه وقت الايس كريم ان احنا نحطه في الموتشي. هنحاول نسترتش كده الموتشي. بعد ما نفردها كده هنحط فيها الايس كريم، بس انا حاسس ان هو سايح شويه وكبير عليها، فهاخد جزء منها علشان نعرف نقفل. نحطها كده كده، نقفل عليها. اهم حاجه الموتشي يبقى قافل عليه. هي دي ممكن تبقى صغيره شويه، بس هنحطها جوه الكب كيك. وادي اول موتشي معانا يا جماعه. تاني واحده برضو هنعمل نفس الكلام، بس نحط جواها الايس كريم التاني. اول مره دي احط السكوب كلها، بس هي المشكله ان هي سايحه مش عارف ليه، بيكون مساعدش قوي. ونقفل عليها بنفس الطريقه. المفروض الموتشي هو اللي يلزق في بعض فوق، علشان لو الايس كريم جه على الاطراف مش هنعرف نقفلها، فلازم الموتشي يقفل في بعضه كده فوق ونلزقه في بعضه. بعد كده هتلاقوا اطراف هنقطعها. اوكي، ادي تاني واحده معانا من الموتشي. دي اكبر شويه عشان عملت السكوب كلها. نقعد نجرب كده بقى يا جماعه لحد ما تطلع بيرفكت كده. يا جماعه ده شكل الحمراء وده شكل الموتشي البيضة. لازم يروحوا الفريزر يقعدوا ساعتين وبعد كده هاجي ادوقهم معاكم. ودلوقتي جه دور ان احنا ندوق الموتشي اللي عملناه في البيت. يلا بينا ندوق، انا متحمس جدا. ده شكلها بعد ما جمدت في الفريزر، تقريبا شبهها بنسبة 99%. انا منبهر بالنتيجة بصراحة. انزل اكتب لي في الكومنتات انت شايفه بنسبة كام في المية زي اللي بيتباع بره. يلا بينا ندوق. بصوا يا جماعة شكلها عاملة ازاي. شكلها بجد حلوة قوي زي اللي بيتباع بره بالظبط. تعالوا ندوق. طعمها حلو جدا، انا حاسس ان انا جايبها من بره عادي. والايس كريم اللي حاطه باللي انا بحبه، فهي دي بالظبط بطعم اللبان. والكوكيز اند كريم انا عامل ميكس فيها، فطعمها باين الايس كريم وطعم العجينه كده بتاعت الموتشي باينه. حاسس اكني جايبه من موتشي من بره. تعالوا نفتح واحده تانية نشوفها من جوه اللي هي لونها احمر. بصوا شكل العجينه بره باين ومن جوه كوكيز اند كريم. طيب بعد ما عملتها وطعمها طلع زي بتاعت بره بالظبط،
انا حاسس ان هي ارخص من بتاعت بره بكتير. يعني الدقيق اللي انا جايبه الرز ده اللي هو بتاع الموتشي سعره تقريبا بسعر واحده بس من الموتشي اللي بيتباعوا بره، وموجود في اماكن كتير جدا. لو عايز تعرف الاماكن اللي بتبيعه اكتب لنا في الكومنتات وانا هرد عليك بالاماكن اللي بتبيعه كلها. مش مكلف خالص وطعمه حلو قوي. لو انت بتحب الموتشي انصحك لازم تجربه. وبس كده، لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب. عايزين نوصل 1000 سبسكرايبر في اسرع وقت، واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني من اي وصفه انتوا نفسكم فيها. وبس كده، سلام.